طيب، خلونا نتعمق في هذا الموضوع. هل فكرنا في يوم من الأيام إيش هو الفرق الحقيقي بين شخصين يبدأوا من نفس النقطة بالضبط، واحد منهم يحقق نجاح كبير جدا والثاني يفشل فشل ذريع؟ السر، صدقوني، مش بالضرورة في الذكاء، لا، هو في شيء أعمق من كده بكثير. خلينا نتخيل شخصين، واحد اسمه ألف والثاني باء. ظروفهم متطابقة 100%، إمكانياتهم هي والفرص اللي قدامهم نفسها بالضبط. لكن مع ذلك مسار كل واحد فيهم انتهى في مكان مختلف تماماً. هذا هو اللغز اللي راح نحاول نحله مع بعض اليوم. إذن هنا السؤال المهم: إيش هو اللي صنع كل هذا الفارق؟ إذا كانت الظروف الخارجية مش هي السبب، فالأكيد أن الإجابة موجودة في الداخل. والإجابة على فكرة ممكن تكون غير متوقعة أبداً. الإجابة تكمن في مفهوم قوي جدا اسمه المنظورات الفكرية. هذه هي العدسة الخفية اللي بتحدد كل شيء، وهي واحدة من أهم الأفكار اللي طرحها الكاتب ستيفن كوفي في كتابه الشهير العادات السبع للناس الأكثر فعالية. طيب، ما هو المنظور الفكري؟ بكل بساطة هو زي الخريطة الذهنية اللي نستخدمها عشان نفسر كل شيء يصير حولنا. يعني هو مش الواقع نفسه، لا، هو تفسيرنا إحنا للواقع، وهذا بالضبط اللي يخلي هالمفهوم مثير جدا للاهتمام. يمكن أفضل تشبيه عشان نفهم الفكرة هو تشبيه النظارة. المنظور الفكري هذا هو تماما مثل النظارة اللي يلبسها الشخص، كل شيء بيشوفه من خلال عدساتها. وهذا يوضح الفكرة بشكل عبقري. لو كانت عدسات النظارة هذه مكسورة أو حتى وسخة، فالعالم كله راح يبدو مشوه ووسخ، حتى لو كان الواقع في الحقيقة جميل ومنظم جدا. يعني المشكلة مو في العالم، المشكلة في العدسة. خليني ناخذ مثال عملي. الفلوس نفس الشيء. الفلوس ممكن نشوفها من خلال منظورات مختلفة تماما. في شخص يشوفها حرية، وشخص تاني يشوفها شر، وثالث يشوفها فرصة. هو نفس الشيء، لكن المنظور المختلف رح يؤدي لقرارات وتصرفات ونتائج مختلفة جذريا في حياة كل واحد منهم. والآن خلونا ننتقل لقصة توضح قوة هالمفهوم بشكل ما رح ننساه أبداً. هذه القصة يرويها ستيفن كوفي بنفسه، وبتبين كيف معلومة واحدة بس ممكن تقلب منظورنا كله في لحظة. تخيلوا معي المشهد: قطار هادئ والكل جالس بسلام، وفجأة يدخل رجل مع أطفاله، والأطفال يبدأون بالركض والصراخ والإزعاج، والأب جالس بهدوء ولا يسوي أي شيء. شيء طبيعي جدا، الركاب بدأوا يتضايقوا ويعصبوا، والمنظور اللي تكون عندهم كان واضح جدا: هذا أب غير مسؤول وهذه تربية سيئة. حكموا عليه بسرعة وبشكل حاسم بناء على اللي شافوه. وبعد ما نفد صبر واحد من الركاب وكلم الأب وطلب منه يسيطر على أطفاله، الأب نظر إليه بهدوء وقال: والدتهم توفيت بالأمس. أنا مش عارف كيف أتعامل مع الموضوع، وبصراحة هم كمان مش عارفين. في هذه اللحظة بالذات كل شيء تغير. التحول كان فوري، في ثانية واحدة. الغضب تحول لتعاطف، والحكم المسبق تحول لتفهم، والانزعاج تحول لشفقة ورغبة بالمساعدة. الموقف نفسه ما تغير، الأطفال لا يزالون يركضون، لكن اللي تغير هو المنظور، العدسة اللي الركاب شافوا الموقف من خلالها. هذه القصة مش مجرد حكاية مؤثرة، لا، هي جوهر فكرة أساسية جدا. التغيير الحقيقي والدائم ما بيبدأ من تصرفاتنا الخارجية، بل يبدأ من مكان أعمق بكثير. إذن النقطة الحاسمة هنا هي أن النجاح الحقيقي ما يجي من محاولة تغيير تصرفاتنا وبس، بل يبدأ من تغيير طريقة التفكير نفسها. قبل ما نغير سلوكنا لازم نغير العدسة اللي نشوف فيها أنفسنا والعالم. وهذا هو سبب أهمية، وخليني أقول خطورة، المنظورات الفكرية، لأننا ما نتصرف بناء على الحقيقة المجردة، بل بناء على الخريطة اللي في عقولنا عن هذه الحقيقة. وهذا التصور هو اللي يتحكم في كل قراراتنا وعلاقاتنا ومستوى نجاحنا وحتى في تكوين شخصيتنا. حسناً، كيف ممكن نأخذ هذا المفهوم النظري القوي ونحوله لأداة عملية نغير فيها حياتنا؟ الأمر يبدأ بالوعي والنظر إلى الداخل. لو قدر أي شخص يغير المنظور اللي يشوف فيه هذه الجوانب الأساسية، حياته كلها ممكن تتغير. ما هو منظورك عن نفسك، عن الفشل؟ هل هو نهاية الطريق ولا فرصة للتعلم؟ ما هو منظورك عن النجاح والمال وعلاقاتك مع الناس؟ الإجابات هنا هي مفتاح كل شيء. وفي النهاية يبقى هذا السؤال للتفكير العميق:
ما هي العدسة التي تنظر من خلالها لحياتك الآن؟ هل هي عدسة صافية تساعدك تشوف الفرص والجمال، ولا عدسة مشوهة ما توريك إلا العقبات والمشاكل؟ لأن معرفة عدستك هي أول خطوة عشان تغيرها، وبالتالي تغير عالمك.